هل تعرض الام للحامل لمسببات الحساسيه سواء كانت تعرفها او ما تعرفهاش ممكن ياثر على الجنين؟ نمره واحد، ممكن يعمل لي حساسيه لو هو عنده سداد زيها. هي لو عندها حساسيه ما، حساسيه الانف، ممكن الطفل ياخد منها حساسيه انف او صدر او عين او جلد، هياخد الصفه بنسبه 20 ل 40. واحد. اتنين، هي لو استمرت في التعرض للمسببات الحساسيه عشان احنا اهملناها او هي تجاهلت هذه الاسباب اللي احنا قلنا عليها، اوعي تاكل منتجات القمح وانت حامل، ده ممكن يخلي الجنين يتولد وعنده فرط الحركه، قله تركيز، اوتيزم. يبقى ده جديد، ده جديد جديد جديد. ده هيخلينا كمان نقول خلي بالك يا كل ام حامل اللي جابت ولد عنده اوتيزم قبل كده واللي خايفه من الاوتيزم النهارده، لو عندك حساسيه ما تهملهاش، ما تقوليش مش مهم، لا مهم، مهم جدا. انت لما مش عايزه تعالجي نفسك، حتى لو مش عالجه نفسك شوف ايه الاسباب. لما تعرفي الاسباب هتوفري بيئه صالحه للجنين، بدل ما تدخليه في امراض كثيره هتخليك تصرفي كتير وتعطلي كتير وتاخري نمو الطفل وتعملي له مشاكل. الاوتيزم ده بيبقى فيه نوع من القصور في نمو اللغوي عند الطفل والنمو الحسي. الاوتيزم معناه يعني عشان الناس عارفه يعني ايه الاوتيزم. اللي بيسموه التوحد ما بيشخصش، واحيانا بيظلم الاطفال دول. اسمح لي يا دكتور، يعني احنا ملاحظين في السنوات الاخيره ان زادت عندنا في مصر في المجتمع المصري في العالم كله، بس ما كانش عندنا كده. يمكن هل نمط تغير نمط الحياه؟ نمره واحد ما كانش حد واخد باله. نمره اثنين، الابحاث الحديثه يعني ده كان موجود برضه في مصر؟ موجود. لا موجود. انا عمري ما شفت زمان. موجود، انا شغال عليه من سنه 99. عاملين ابحاث فيه جميله. 99 قريب برضه يعني مش عاملين فيه عاملين فيه شغل بحيث ان بص حضرتك الأطفال دول في منهم بقى اصبح يعني احد رواد الفضاء كان اصلا عنده اوتيزم. مظبوط. وفي ناس يعني نجحوا في مجالات عديده مختلفه. تمام. يبقى الطفل ده لو احنا اهملناه، لو ما حدش خد باله، بيتحسب للاسف ان هو متخلف عقلي. انا اقصد اقول ايه، زمان يا دكتور كان البيئه المصريه فيها تفاعل، وما كانش فيه التلفزيون اللي مسيطر على الاطفال دلوقتي، وكان فيها تفاعل كتير. الطفل بيتفاعل من خلال، انما دلوقتي البيئه اتغيرت. هو التعريف دلوقتي ايه؟ هو التعريف دلوقتي بنقول ايه؟ الاوتيزم هو قصور، يعني قلة في النمو الحسي واللغوي. طيب انت دلوقتي زمان كان في حاجه برضو من ضمن الحاجات المهمه قوي، ودي انا طبقتها في حياتي الشخصيه وفي عملي. انت عارف دلوقتي احنا بنسمع من امتى؟ بنسمع من الاسبوع ال20 واحنا في بطن امنا. يبقى بنحس وبنسمع. بنسمع وبنتذكر. يبقى دلوقتي اللي عايز يخلي ابنه يتكلم كويس يكلمه هو في بطن امه. دلوقتي انا بنتي ما اتولدت الثانيه، كانت اخوها كان دايما بيكلمها وهي في بطن امها. طب ما اتولدت ما بتسكتش الا لما الولد يكلمها. يبقى شوف ازاي اتعودت. يبقى هي برمجت نفسها وحفظت وهكذا. يقول لك حتى لما بتشغل اغاني، تشغل قران والطفل يسمعها جوه بطن امه، اما بيطلع جوه بطن امه، بره بطن امه بيبتدي يحاول. حتى ربنا عامل آلية داخل الرحم، بحيث صحيح الرحم في 3 طبقات وطبقه عازله من الصوت الخارجي والكلام ده، بس الرحم من جوه مكيف وكل شيء. بس في نوع من الموسيقى التصويريه الجميله بتعتمد على حركه الغازات وحركه الامواج بتاعت السائل الامنيوسي وصوت الام. وطلع ان الانسان اما بيروح عند البحر او المحيطات بيبقى حاسس انا جيت هنا زمان، انا المكان ده بيريحني، يقول لك انا بحس بالسعاده والانشراح. اتاري صوت الامواج بتاعت المحيطات والبحار بيفكر الانسان بحاجه هو عارفها من الاسبوع ال20 في كان بطن امه، اللي هو حركه الموج بتاع السائل الامنيوسي. كانت مدياله راحه نفسيه. دقات القلب بتاعت امه بتخليه يتعود عليها ويبقى عارف دي امه مبرمج عليها. عشان كده انا بقول ان غياب التواصل بين الام والاسره والطفل من لحظه هو جنين ده ممكن يخليه يجي له امراض كثيره جدا، من ضمنها التاخر العقلي والتخلف العقلي. وفي اطفال كانت متاخره، احنا عندنا حالات توائم كانت متاخره ومحسوب متخلفه عقليا. زودنا التفاعل يعني العين في العين من الام، دايما تكلمي وتخلي عينك في عينه، دايما كلميه، دايما المسيه. ممكن التواصل ده ممكن ينشط الذكاء وينشط القراءه واللغه عند الاطفال بدري. الامهات اللي هي معلش اللي هي سايبه الطفل اللي حطاه مع البوابه، حطاه في اي 10 في اوضه مش عارف ايه، يقول لك حضانه مزيفه والكلام ده، دول كلهم الاطفال دول بيتحرموا
بتحرمه من النمو، بتحرمه من الحاجه اللي تخليه يبقى عنده المناعه افضل والعاطفه افضل وهكذا. انا ده بقول لك كده ليه؟ عشان دلوقتي سالتني السؤال ليه الاوتيزم زاد في المجتمع؟ في حاجات غايبه كتيره جدا في المجتمع، ما عادش الامومه زي زمان، حنان الامومه ضايعه شويه، رضاعها قلت عند الناس، الام طول النهار قاعده على الفيس او في الشغل او في المطبخ وسايباه قدام التلفزيون، والتلفزيون عمره ما هيربي ولد زي الام الطبيعيه. انا قلت غير نمط حياتنا. أيوة.